السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. طبعا في الفترة الأخيرة اتقال كلام إنه بيراميدز ما عندوش مانع يسيب رمضان صبحي. رمضان صبحي لعيب كبير، ورمضان صبحي لعيب مهم. رضي من رضى من رضى وأبى من أبى، ماليش علاقة، لكن هو لعيب كبير ولعيب مهم ولعيب لقيمته الفنية والبدنية وكل حاجة، وليه دور مؤثر مع بيراميدز. ولكن بيراميدز شكله في تكوين الجديد للفريق ما عندوش مانع يتنازل عن رمضان صبحي في اطار الصفقات اللي بتيجي، ومنهم ناس صغيره زي يوسف اسامه نبيه بيلعب في الحته دي، والاجنحه اللي بيجيبها بتلعب في المكان ده. فما عندوش مانع، بدا يتردد كده في الفتره الاخيره. حلو كده. طيب، وبدا يتقال انه ممكن رمضان صبحي يرجع الاهلي بقى طالما امام عاشور الاهلي جابه. هل ممكن ده يحصل؟ وان رمضان صبحي، وناس مقربه بتقول كده على فكره من رمضان صبحي نفسه، يعني ما عندوش مانع يعمل بيان اعتذار بالصوت والصوره كمان، مش بالكلام بس، يعني يقعد قدام كاميرا ويتصور بالصوت والصوره ويعمل بيان اعتذار للنادي الاهلي واداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي، ويرجع النادي الاهلي. طب هل لو رمضان عمل كده الاهلي يوافق انه يرجع؟ الرد عند الضماطي. قال يقلل من رمضان لو كان عارض على الاهلي فعلا كده، المقربين منه بيقولوا كده، انه حتى موسط ناس تقول للكابتن محمود الخطيب كده. رمضان ما عندوش مانع يعمل بيان اعتذار بالصوت والصوره. هل يقلل من رمضان صبحي هذا الاعتذار؟ لا طبعا، بالعكس يكبره كمان. ولو انا من رمضان، يعني لو انا شبانه من رمضان صبحي، اعمل البيان ده سواء رحت الاهلي او لا، على الاقل الجمهور الاهلي. لو انا من رمضان صبحي اعمل ده تقديرا لمشاعر جمهور الاهلي، سواء رحت الاهلي او ما رحتش الاهلي. وعلى فكره، هو الاعتذار مش انه راح بيراميدز، انا رمضان على فكره برضه ما غلطش، يعني رمضان ما اجرمش، عشان برضه الحق يقال، رمضان كان سنه اعاره والسنه خلصت، بس هو الاهلي اللي حز فيه قوي واللي خلاه ياخد الموقف الشديد قوي ده، انه هو اتحط الاهلي في مقارنه مع نادي مصري اخر. طب افرض رمضان كان رجع هدرسفيلد ما قطع الاعاره او خلص الاعاره، ما راحش الاهلي، يعني رفض ان الاهلي ياخده، بس رجع هدرسفيلد، كان الموضوع عادي. طب افرض رمضان راح فريق عربي عادي، راح الخليج، كان الموضوع برضه عدى عادي، لان هو كان اعارته خلصت، الراجل هو ما فسخش عقد ولا هرب ولا حاجه. طب افرض كان راح نادي تاني غير بيراميدز، كانت هتبقى اهدى القصه. في التوقيت ده كان الموقف مشتعل بين الاهلي وادارته وبين بيراميدز وقتها وادارته المستشار تركي آل الشيخ، لو تتذكروا الاحداث. يعني الاحداث كانت فرضه نفسها كده. موقف رمضان على ارض الواقع، هو الولد عقده خلص واعارته خلصت وخلاص، بس الاهلي اعتبرها كده من هذا المنطلق. انا لو من رمضان اعمل البيان، اقدر تاريخي مع النادي الاهلي بيه، وما فيش وتوضح فيه، يعني هو مش بانك تقول انا اسف، بس انت بتوضح فيه تقديرك الكامل واحترامك الكامل، وان اللي صنعك النادي الاهلي، وان افضل فترات حياتك النادي الاهلي، انك تتمنى انك ترجع النادي الاهلي. مش عيب على فكره، انت بتعتذر او بتتكلم او بترضي مؤسسه كبيره وعظيمه وجمهور كبير وعظيم. ولو انت فعلا اخطات، مفيش مانع، لا يقلل ابدا من حجم البشر الاعتذار، بالعكس خالص يعني. انما احنا بنحب نزايد كتير ونحب نصنع حاجات مش موجودة على ارض الواقع. انا لو من رمضان، وصح هذا الكلام وانا عرفته من ناس مقربين جدا منه، والله انا لو منه هعمل كده، هعمل بيان اعتذار سواء رحت او ما رحتش، مفيش مشكلة خالص يعني.
هقول لكم على خبر يعني الحقيقه مفاجئ نزل عن مهاجم ميتلاند الدنماركي. موقع EPL وورلد منزل خبر الاهلي المصري وليدز يونايتد الانجليزي ابرز المهتمين بمهاجم ميتلاند الدنماركي سوري كابا. ده لعيب غيني مهاجم ميتلاند الدنماركي اللي كان بيلعب فيه امام عاشور، وعلاقه الاهلي بميتلاند قويه، لسه واخد امام عاشور وفي اتفاقات وحاجات. عنده 27 سنه، طوله 190 سم، لعب السنه اللي فاتت على فكره 44 مباراه، سجل 12 وصنع 4. لعب مع ميتلاند بشكل عام في المواسم اللي فاتت 102 مباراه، سجل 26 جول، صنع 15. لعب قبل فكره لإليتش الاسباني قبل كده، لعب لكارديف سيتي الانجليزي، بيلعب درجه تانية اعتقد في انجلترا. لعب مع منتخب غينيا 14 مباراه، سجل 3، وبيلعب في المنتخب المحليين وفي المنتخب الاول، وبقى له فتره ما استدعاش للمنتخب الاول. لكن هل الاهلي حاطط ده على قائمه الانتظار بالنسبه لسوزا البرازيلي اللي اقترب خلاص، مفترض يوصل السبت؟ سوزا هل هنشوف الفتره الجايه سوري كابا هل فعلا هيبقى من ضمن الناس اللي الاهلي حاطط عينه عليهم ولا لا؟ عندي حاجتين بسرعه على راسها ان الاهلي شغله الشاغل دلوقتي مارسيل كولر. كيف يجدد عقد مارسيل كولر؟ خد بالك دي مساله شاغله جدا النادي الاهلي. شيبسي تقدم فرحة القطمة وقطمة. بعد اذنك يا ماما، بس طبق كفته من قدامك. ايه بعيد؟ ها بعيد. خالته، قلنا احنا بنقول خالته صحيح، وهي خالتي انا. عارفين ايه مشكله عيلتنا الوحيده طبعا بعد التخشيبه اللي احنا فيها دي؟ ان احنا لحد النهارده مش قادرين نستوعب ان كل قطمه كباب في ديلها حتما ولازما ولا بص قطمه شيبسي سلطه الحاتي. بس يعني هقول لمين؟ ايه يا معلم في ايه؟ اتفضل بقى، هات بقى دي رياشي. اوعى الأكلة ملهاش روح من غير شيبسي معاها. قطمة كباب لازم وراها قطمة شيبسي سلطة الحاتي، تلاقي الروح ردت في القعدة من تاني. كباب لوحده كده بنهزر شيبسي بسلطه حاتي وكتر. كباب لوحده كده بنهزر شيبسي بسلطه. شيبسي قطمة وقطمة يحل. وفي كلام انه حصل جلسه قريب جدا من كام يوم بين الكابتن محمود الخطيب وبين مارسيل كولر. تم الاتفاق في هذه الجلسه بتمديد عقد مارسيل كولر لمدة 2 كمان، وبعض الامتيازات. يبقى عنده بيت في التجمع، بيقولوا ما اعرفش اشمعنى التجمع، يعني بقى عنده فيلا كده وحاجه كده في التجمع، وعربيه مختلفه، وما اعرفش تذاكر طيران، شويه امتيازات يعني من الامتيازات اللي بيحبها الاوروبيين. ومارسيل كولر بس منتظر الوكيل بتاعه يجي عشان يحط مع الاداره التعاقدات في النادي الاهلي والاداره القانونيه وشركه الكوره كل بنود تمديد التعاقد، علشان خاطر يصبح مارسيل كولر مدربا للنادي الاهلي لعامين اخرين. هو ماضي 2 فات سنه، لسه السنه الجايه وكمان 2 يتمد عقده، يبدا من السنه الجايه. الموسم الجاي ده يبقى الثالث، يعني يبدا الموسم الجاي السنه اللي باقيه، يبقى عقد مدته 3 سنين تبدا من السنه اللي احنا هنبداها الموسم الجديد. وهترفع طبعا راتبه بنسبه كبيره قد يصل الى $200,000 مارسيل كولر، ويستحق الحقيقه بعد الانجازات الكبيره اللي عملها. اصل كولر كمان مش بس عامل الاهلي